ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللي اول مرة يشوف قناتي يا ريت ما ينساش يشترك فيها عشان خاطر يوصلوا مني كل فيديو جديد ان شاء الله بقدمه. واللي متابعني ومشترك في القناة بالفعل يا ريت ما ينساش اللايك على الفيديو دوت. الفيديو النهاردة هيكون عن عزومة كنت عاملاها، وبصراحة الفيديو دوت مصوراه كده بقالي فترة وما كنتش ناوية انزله. بعد ما صورته كده قلت مش هنزله ليه، لاني يعني مش عاملة حاجات كتير كده، هي العزومة كانت صغيرة يعني، مش عاملة حاجات كتير كده. بس قلت ايه، لا انا انزل الفيديو ممكن حد يستفاد. فالفيديو مدته بس صغيرة، بس الفيديو بجد حلو جدا ويستاهل. فجبت كمية كده بصل وضربتها في الكبة، ومعايا الفراخ مغسولة ومتنضفة كويس جدا ومتصفية من المية، وحطها في الصينية وحطيت عليها بصل وحطيت قرفة وحبهان وورق لوري وبابريكا وملح وزبادي. وحطيت يعني دول كده معلقتين زبادي، وحطيت كده قد معلقتين برضو خل. تمام. وحطيت فلفل اسود وكنت حاطة شطة، وده معلقتين صلصة. تمام. او ممكن طماطمايه برضو كده تقطعيها معاها لو ما عندكيش صلصه. وحطيت فلفل اخضر نص قرن كده حراق، وقرن رومي. طبعا انت لما بتيجي تعملي عزومه بتحبي طبعا تعملي كل حاجه في وسعك. بتحبي تعملي الحاجه اللي تكون الناس عارفاهم بيحبوها. ما تعمليش طبعا وخلاص كده اكل يكونوا الناس اللي انت عازماهم ممكن يكونوا ما بيحبوش. فالمهم ايه، حاجة أساسية بتكون معانا يا إما الفراخ يا إما اللحمة المفرومة. دول حاجتين بيكونوا أساسيين في كل عزومة. اللحمة المفرومة طبعا بتعملي منها أكلات كتير، وبتكون عبارة عن صواني أو كده، فبتبقى شكلها شيك جدا في العزومات. والفراخ لأن كل الناس بتحب الفراخ يعني. ما بحبش أعمل عزومات سمك غير للناس اللي بتحب السمك قوي، يعني أكون عارفاهم بيحبوا السمك، لأن أغلبية الناس يعني بتحبش الأسماك يعني وكده. تمام. فأغلبية العزومة مثلا اللي تتعمل، أو أهم الحاجات يعني اللي تتعمل في العزومة، تدخلي فيها لحمة مفرومة بتبقى حلوة جدا وبتوفر معاك وبتعمل صواني حلوة. أنا جبت هنا الفراخ بعد ما عملتها سبتها كده لمدة ساعتين بالخلطة بتاعتها، محطتهاش على النار، ورحت جبت كمية البصل حطيتها على النار، وحطيت سمنة وحطيت البصل شوحته شوية. عايزة اقول لكم البصل لما بيتضرب في الكبة وبعد كده تيجي تعصجيه بيلزق كده في الصينية او في الحلة شوية، عشان خاطر بيكون ناعم قوي، وفيه البصل الناعم دوت بيكون فيه مية اكتر يعني. بس بعد كده هتلاقي ايه هيفك معاكي. المهم شوحت البصل كده، وبعد كده نزلت باللحمة المفرومة والعصاج بتاعي. ما ينفعش استغنى عن القرفة. القرفة من اهم الحاجات اللي بستخدمها في عصاج اللحمة، بيديها طعم حلو جدا. وحطيت حبهان وحطيت ملح وورق لوري وحطيت بعد ما قلبتهم شوية كده نزلت بجزرتين مبشورين. برضو عايزة اقول لك حاجة، ان الجزر المبشور دوت يعني في اللحمة العصاج بيبقى حلو جدا جدا جدا، خصوصا لما يكون في المكرونة البشاميل. انا ما بحبش الجزر غير اني اكله صحيح يعني كده اقشره واكله، يا اما في عصاج اللحمه، لكن ولا بحب على الرز البسمتي ولا عصير ولا اي حاجه. بحب يا اما ولا حتى على السلطه، ما بحبش الجزر حتى على السلطه. بحبه يا اما في العصاج يا اما اكله كده عادي يعني زي الخيار كده. المهم حطيت كده طبقة بشاميل من تحت عشان ملزقش في الصينية، وحطيت طبقة مكرونة، وطبقة المكرونة تكون من تحت اكتر، وانا بحب المكرونة البشاميل بالقلم. في بعض الناس بتحب تعملها بالسباجيتي، هي اذواق. فالمهم ايه بقى، حطيت كده طبقه البشاميل وبعد كده مكرونه وبعد كده اللحمه زي ما انتوا شفتوا، وبعد كده مكرونه تاني. كانت الطبقه اللي من فوق قليله شويه بس مش اشكال. وحطيت البشاميل وبعد كده نزلت عليهم ببضايه من فوق. المهم خلصتها كده بقى ورحت ايه حطيتها كده على جنب. وبعد كده رحت ماسكه الصينيه التانية كنت مخليها حبه عصاج. زي ما قلت لكم ان اللحمه المفرومه بتديكي بتوفر معاكي وبتديكي ايه افكار كتيره تعملي بيها حاجه للعزايم يعني. يعني انت استخدمي اللحمه المفرومه دي في العزايم بصراحه هتبقى حلوه جدا.
برضه عشان اللحمة غالية وكده ممكن برضه تجيبي بانيه وتضربيه في الكبة بيكون زي وتعصجيه، بيكون زي العصاج وزي الفل. فانا ايه بقى، رحت جايبة صينية صغيرة كده وعندي لفة جلاش كانت عندي في الفريزر، وده من الحاجات اللي بتكون سبب من اسباب التوفير، ان انت لو معاكي فلوس تجيبي الحاجة وتحطيها في الفريزر. بصيت كده في الفريزر لقيتها، قلت لها تعالي، خليتها فكت ورحت بقى حاطة السمنة، وبعد كده فردت نص لفة الجلاش، وبعد كده حطيت العصاج ونزلت عليه بالايه، بكام وحداية كده زيتون مخلي، وحطيت عليه جبنة موتزاريلا وجبنة مشللة. وبصراحة دي بتخليها حلوة جدا ويديها كده مطة، بتغير من طعمه. انا اوقات بعمله بالجبن واوقات بعمله من غير جبن، بعمله بالطريقة القديمة يعني كده شوية. فبصراحة دي اذواق وانت زي ما تحبي، بس عشان أنا قلت عزومة وكده فقلت ادلع الايه، الاكل برضو كده اهو. وبعد كده جبت بقى نص لفة الجلاش حطيتها طبعا من فوق، كل طبقتين كده ندهن لنا دهنة سمنة. السمنة السمنة دي بلدي. لما بتحطي السمنة ما بين كل ورقتين من الجلاش بصراحة ده بيخليه مورق كده، بيخليه حلو جدا جدا جدا، ما يمسكش في بعضه ويلزق. المهم بعد ما حطيت بقى لفة الجلاش، قبل ما احط السمنة على الوش لازم اقطعه كده مربعات مثلثات زي ما انتي ما تحبي. تمام، قطعته الاول وبعد كده هحط عليه من فوق حبة سمنة، وبعد كده هحط له شوربة. طيب لو ما عندكيش شوربة هتعملي ايه؟ هتجيبي مج كده، يعني مثلا صينية صغيرة زي دي، هتجيبي مج مية، تحطي عليه معلقة سمنة، تحطي عليه البهارات بتاعتك، التوابل بتاعتك، فلفل اسود، كل اللي انت عايزاه، ملحك، وتغليها، لازم تغليها. حتى الشوربة دي اللي برضو لازم تكون مغلية حتى لو شوربة. تمام، وبعد كده بتروحي بقى ايه، وهي بتغلي كده وسخنة تنزلي بيها على الجلاش، لازم تكون سخنة. وبعد كده تميلي الصينية زي ما انا عاملة كده عشان كل الجوانب او الجناب، يعني طول الايه، الشوربة يعني اللي انت حطيتيها. وبعد كده تسيبيها كده لمدة 5 دقايق ولا حاجة قبل ما تحطيها الفرن. وطبعا في بضاية معانا وعليها حبة ملح وحبة فلفل اسود كده، ونضربها كويس ونحطها على الايه، على الوش، ونسيبها كده ايه شوية قبل ما نحطها في الفرن، اللي هي تكون شربت الشوربة بتاعتها كلها. وبعد كده نحطها في الفرن هي والمكرونة مع بعض بقى. طبعا الجلاش ما بياخدش وقت، اول ما بيحمر من تحت نبتدي بقى نشغل عليه الشوايه، ولو فرنك بتحمر من فوق ومن تحت خلاص كده تمام، تطلعيها بقى وايه، وتقطعيها مره تاني. وجيت بقى قلت ايه، طبعا انا مش عامله رز، وكان في اطفال في العزومه دي، فقلت ايه ممكن ما ياكلوش جلاش او مكرونه، فرحت عامله لسان عصفور. ودي المكرونه بعد ما استوت شكلها كان تحفه وطعمها كان جميل. قطعتها كده وسبتها، قلت ايه عشان تبرد. تمام. ولسان العصفور برضو غرفته برضو وحطيته. لسان العصفور بحمره وبعد كده بحط له الماء الشوربة تكون كمية كبيرة، وأول ما يغلي بروح طافية عليه وسايباه هو يستوي مع نفسه، وهتلاقي أحلى لسان عصفور. شايفينه الجلاش ولا لازق ولا أي حاجة، شكله جميل جدا، لونه جميل جدا. وبألف هنا وشفا لكل اللي كل. ويعني حبيت أقدم الفيديو النهاردة رغم إن هو بسيط، بس حبيت اقدمه حتى لو هتاخدي فكرة بسيطة، او عندك عزومة او حاجة هتاخدي فكرة مثلا من العزومة دي. عايزة اقول لكم عزومة زي كده مش وحشة، حلوة جدا. فيها صنفين باللحمة وفراخ، عملت الفراخ مشوية وعملت سلطة ولسان عصفور. وده الصوص بتاع الفراخ المشوية بيبقى طعمه تحفة جدا، خصوصا لو حراق كده. بجد كانت عزومة حلوة جدا. ويا رب فيديو النهاردة يعجبك، ولو عجبك واستفدت منه متنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان قناتي تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.